طلع فيه جزائري، طلع فيه خيفان، طلع فيه، ما تطلع هون، طلع فيه خيفان من فالفيردي، طلع فيه، طلع فيه والله، طلع خيفان من فالفيردي الليل وراك. إذا الأوروغواي مع صواريخ فالفيردي فأنت معك صواريخ والليل وراك. إذا الأوروغواي مع سرعة فالفيردي فأنت معك سرعة عمورة وراك. إذا الأوروغواي مع قيادة فالفيردي فأنت مع قيادة محرز وراك. علي راسك، علي راسك، هيدي رسالة لميسي، علي راسك. هيدي الرسالة اليوم حتوصل لميسي، هيدي اليوم حتوصل لميسي، هيدي هي اللي حتوصل لميسي، هيدي هي اللي حتوصل لميسي، هيدي رسالة مني لإلك يا جزائري، مني إلك. إذا الأوروغواي حرموا إنجلترا من كم يوم من الفوز فأنت حرمت الفريق الخصم من النوم من بعد السبعة، من بعد السبعة. كلنا بظهرك وراك. بوجود فالفيردي، بوجود اروخو وكل الاسماء الاوروغوايين ما قدروا يسجلوا هدف على نص المنتخب الجزائري. ارفع راسك ورا يا اللي بعده ورا. 5 وخميس، 5 جاوبني يا ابني. كمل عداد. سوريا ورا يا ولدي كمل عداد. يا اللي بعده. الله بوجود لامين وبوجود بيدري وبوجود كل الاسماء بغير صلاح. ارفع راسك وراك مصري وراك. يلي بعده برا وراك ليفاندوفسكي. ارجع وراك على كاس العالم. ليلى والعاني جابت الصبح وراك. هي للمنتخب الجزائري وللمنتخب المصري. يا رجل وضعتوا راسنا. يا رجل الجزائر بتتعادل مع الاوروغواي. يا رجل مصر مطرود من هنا بتتعادل مع اسبانيا. الجزائر تضغط الاوروغواي، مصر تضغط وتضلها محاربه وتضلها واقفه صالده رغم الطرد امام اسبانيا. ولوبيز ولامين يا زلمه اقسم بالله فخر. يا زلمه اقسم بالله برفع الراس فيك يا مصر ويا جزائر. اقسم بالله مو عارف شو احكي. شكرا انكم رفعتوا راسنا جميعا ومثلتونا جميعا. والله انكم اسلام جزائري ومصري. بالله عليك ترفع راسك فوق منتخب بلدك، بالله عليك. نهاية المباراة بين الجزائر والأوروغواي بالتعادل 0-0. التشكيلة اللي دخل بها بيتكوفيتش كانت مليحة ودورنا البالون تيكي تاكا 1-2-3. شوالا كان يخصنا شوية تركيز في الهجوم. ما شاء الله اليوم راين آيت نوري قدم مباراة كبيرة. شوالا يليق ينقص شوية من هذيك تاع يكش البالون بزاف. امين غويري في الشوط الاول كان متمركز مليح. شوالا ما كاش اللي كان يوصلها البالون باش يقدر يماركي لك بيت. سيرتو كانت عنده رقابه كبيره من طرف اروخو. عند كوكي راه قاضبه تحسب الاكوندا. ابراهيم مازا دار كرون ماتش ما شاء الله عليه. كان كي يقضى بالبالون يمد حلول لصحابه ويعطيهم ليسباس. كان كي يقضى بالبالون يقلع بها يجري ويدير تمريرات في العمق ما شاء الله عليه. بالغالي اليوم اوت خارج مجال التغطيه. جاتك اوكازيون تقلت فيها بزاف. تما يليق السرعه لا رابيديتي اتخاذ القرار. انت كنت مودر. عوار جاتك اوكازيون باش تماركي بيت شباب راطيتها مانيش عارف علاش كيفاش مانيش عارف. فاش كنت تخمم والله ما على بالي. كونتر غواتيمالا درت ماتش شباب اليوم 0. برافو شاشرة، برافو المنتخب الوطني الجزائري على الشيء اللي قدمتوه في هذا التوقف الدولي. مباراتين وديتين اللي لعبتوهم. المباراة الأولى أمام غواتيمالا وربحتوا 6-0 والمباراة تاع اليوم كونتر الأوروغواي كملت بالتعادل 0-0. فقرة تقييم اللاعبين. اللي لعب مليح يدي مليح واللي ما لعبش مليح بادت فيه. نبدوها بلوكا زيدان. لوكا زيدان هو الحارس المرمى الأول نتاع المنتخب الوطني الجزائري، نعطيه 7/10. عيسى ماندي ما شاء الله صون فوت تاني نعطوه 7/10. بالعيد ما شاء الله كل يوم راه يزيد يبروفي باللي بلاصته تيتيلر ما شاء الله صون فوت تاني نعطيه 7/10. رامي بن سبعيني صمام الامان ما شاء الله صون فوت دار كرون ماتش بلحها هبط الريدو تاني يستاهل 7/10. صراحة الدفاع نتاعنا اليوم كان في القمة. بالغالي يا دلالي، بالغالي اليوم كنت اوت، كنت خارج مجال التغطية. صراحة غادي نعطيك 2/10. راين آيت نوري دار كرون ماتش ما شاء الله عليه. شوالا خاصة يقلع هذيك تاع يشد البالون بزاف. هو يلقط حبه 2 ايوا وطلق حبه وطلق نعطيه 6/10. بوداوي يا الخضراء الاولوي. بوداوي تاني لعب ماتش صافا مليح متوسط
ماشي كيما مداري بصح مليح، نعطيه 6 على 10. فارس شايبي خاوتي قسما بالله ما عند ربي ما ترشقليش عليه، حاضر ولا ماشي حاضر غير كيف زعما كينا ما نعطيه 4 على 10. عوار خويا في الماتش تاع اليوم كنت عور. هاو مالك ماتش تاع غواتيمالا درت كرون ماتش، قرقبت برا درت اسيس. الماتش تاع اليوم كونتر اورغواي اللي نورمالمون تبروفي فيه كنت عور. صراحة غادي نعطيك 4 على 10. هذه هي اللي غلط يخلص. امين قويري اليوم في المباراة كنت متمركز غاية، ولا البالون ما لحقاتكش بزاف باش تبروفي باش تماركي، بصح كاع هكا غادي نعطيك 5 على 10. الالمازا ما شاء الله 5 وخموس عليه يا ولد عمي، كي يقدر بالبالون يمد لاشونش لصحابه، كي تكون عنده البالون يقلع يجري بها يمد تمريرات في العمق. 5 وخموس عليه، نعطيه 8 على 10. اشرف عباده ماكلي ما دخلش تيتيلان بصح غير دخل دار شونس، دخل بالبالون جاب كوفرو. 5 وخموس عليه، نعطيك 7 على 10. الكابيتانو رياض محرز نورمالمون اليوم انت تيتيلان بصح مزيه بيتكوفيتش ما دخلكش، خاف عليك ملا بلوسير. اود عمي جواره تاع الاورغواي كيديروا عشي واحد داخل فيك بدو بي مطير لك كره عشي مبليسيك وما تلعبش لا كوب دي موند، وهذه لا كوب دي موند تاعك التاليه. اود عمي علاش لا اخويا اقعد في البنك لعب 10 دقائق التاليه وسلام، ديجا الماتش كمل 0-0. تبقى رياض، تبقى محرز، تبقى فخر العرب وفخر الجزائر. ايا خاوتي ديروا لنا ابوني. الجزائر لعبت مع الأورجواي مباراة ودية اليوم، وعاد منتخب الأورجواي من أكثر المنتخبات المزعجة بدنيا. طبعا هنا نونيز من أول يحاول يصيد محرز، لكن ما علينا. أكثر شيء عجبني في المباراة تعامل لعيبة الجزائر مع فالفيردي كل مرة تجي الكورة يبي يشوت، يحاول يلقى مساحة، حدود 3 لعيبة حوله، رقابة لصيقة مزعجة. ولو قرر في لحظة أنه بيشوت فهم بيصعبون الموقف عليه، يخلونه يوصل لأصعب خيار ممكن، وهذا اللي صار. هو فعلا أخطر شيء في الأورجواي فالفيردي. في نفس الوقت الأورجواي لعيبتهم كلهم مجانين ضغط ما يوقفون، يخرب بيتهم 90 دقيقة ركض في ركض. بإذن الله ما نشوفهم كذا في كاس العالم، وهو أكيد إننا بنشوفهم كذا، بس يعني الواحد يستخدم الدعوات ولعل إن شاء الله ذيك الليلة يعمى بصرهم عموما، لأنه بصراحة منتخب مزعج. كم مرة كسروا لعيبة الجزائر، لكنها عدت سلامات هالمباراة بالتعادل 0-0. تيشيرت الجزائر الأهلي أي نادي يخطر في بالك بطباعة الاسم والرقم مجانا. طرق التواصل معهم موجودة في البايو. صلوا على النبي. الجزائر تتعادل مع الأورجواي في أداء مقنع كذلك مع المنتخب المغربي. المنتخب الجزائري انتصر في المباراة الودية الأولى أمام غواتيمالا، والآن يتعادل مع الأورجواي 0-0. المنتخب الجزائري قوي بدنيا، يلعب الند للند مع أي منتخب في العالم ما عنده مشكلة. فالمنتخب الجزائري أنا كذلك أراهن أنه راح يقدم مونديال تاريخي، راح يوصل أبعد مما وصل في كأس العالم 2014 والله أعلم. صراحة منتخب منظم محترم، يعني الواحد يفتخر فيه. سمعني صوتك انني باغي دركا نسمع. هذوك اللي كانوا يقولوا بلي غادي يخرطونا ب3، هذوك اللي كانوا يقولوا بلي غادي يخرطونا ب5، هذوك اللي كانوا يقولوا بلي حنايا ماشي ايكيب، حنا ماشي منتخب، حنايا ما تهضرليش لفتي عليك. مانيش باغي نشوفك، مانيش باغي نلقي نظره عليك والله سيريو. ما يمكن نبدو كوب ديما ما نشوفكش داير علام وتجري برا، ما نشوفكش لاباس هذا التريكو، باسكو هذا التريكو ما تستاهلش انت. نورمال عادي، باسكو انا من الاولى كي نهضر لك على هذا التريكو ثقيل بزاف. اليوم الاورجواي والو، حجمناها الاورجواي، اليوم كرة قدم حجمناها. استقبلنا اللعب كما بغينا نستقبلوا اللعب، بغينا نفرضوا اللعب فرضنا اللعب كما نبغوا حنا نفرضوا اللعب. شكل خاص. بدينا بلا محرز، بدينا بلا عموره، بدينا بلا زروقي، وبدينا بلا شكاين شصره عادي جدا. بدينا البالون، حطينا البالون في الارض، نخرجوا بها كما كنا باغيين نخرجوا بها. طاق نقروا هنا الجول عادي نورمال. اللقطه هذيك تاع عوار اللي ضيعها انا لحد الان غايدتني غير ديك اللقطه تاع عوار، بس ابارسا كومبلي حجمناهم. ما كان اروخو، ما كان خيمينيز، ما كان اوغارتي، ما كان فالفيردي. وانا فالفيردي داير حاجه باغي نسقسيك، فالفيردي اسكو تيرا، فالفيردي اسكو دريبلا، فالفيردي هذا ميور جوار ديما اللي تهضروا عليه بزاف، اللي انا هضرت عليه بيان سور. المهم هذا الجوال اللي تقولوا ميور جوار ديمون شادر مع المنتخب الجزائري، لعب 90 دقيقه السيد. بان ولا ما بانش؟ اما لا خاطر ما تهضروش. المنتخب الوطني الجزائري ابان عن مستوى
مونديالي اليوم بغينا نلعبوا كيما بغينا نلعبوا. شويه تغييرات، شويه تزعاقه منا، ضحكنا عليهم شويه منا، شويه بغينا نستقبلوا اللعب عادي، بغيناهم شغل بغينا نلعبوا شويه الرول ونشوفوا اسكو يماركونا ولا لا. ما كانش اليوم، اليوم ما كانش زعاقه. اليوم هذه هي نقطه الى صد. ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، بارطاجي صاحبك يجي يعرف شكاين واش ما كانش، و1 2 3 فيفا لاجيري الى الابد، وتوقف دولي سيكمل، ونتلاقوا ان شاء الله في جوان. وما تجيش انت اللي ما عندكش كونفيونس في المنتخب، ما تحقيتكش تجي في جوان، باسكو غير انا اللي نجي في جوان وغير اللي يبغوا المنتخب اللي يجوا في جوان. السلام عليكم. الحاجه الشابه الوحيده في هذا الماتش هو هذا التصميم. زعما كومسي مازا دار كرو ماتش وفرش فالفيردي وكلاه في الوسط. كون جيت تشوف الدليل الوحيد باللي مازا لعب في هذه البارتيه هي هذه الصوره، ما دار والو، ما جاش اصلا، لاجيري ما جاوش، تبهدلنا. ما عجبونيش، ما قنعونيش في هذه البارتيه والو. وتقول الحسنه الوحيده في هذه المباراه هي 0-0، مانيش على لاجيري، راني على اوروغواي، ما عجبونيش، ما ماركاوناش. بالنسبه لينا حنا لاجيري، مالكم خوتي تحمستوا ربحتوا غواتيمالا، ما ربحش الارجنتين باش تخلع في اوروغواي، درنا 0-0. انا بانت لي نتيجه ايجابيه 0-0، هذيك هي. مالغري ما درنا والو، لا في البارتيه كون تجي تفرج، لا في الاحصائيات كون تجي تشوف. انا تبان لي الخطا الاول والاوحد تاع بيتكوفيتش، جابان دخل ديفونسيف بزاف. هذه دارها مع الكونغو، دارها مع نيجيريا، دارها مع اوروغواي. تسمى انت المباريات الكبيره غادي تعينها، دائما تلعب ديفونسيف، دائما خايف، 5 في الديفونس، 3 في الوسط، 2 في الاتاك، راك حاسبها هذه. والاوروغواي كون تجي تشوف ما لعبوش بريمي ايكيب، وما لعبوش سيريو كيما لعبوا كونتر الانجليز، وما لعبوش حدهم وكيما يلعبوا في كوب دي موند، لعبوا نورمال. عطيني نادي في العالم عطى الخصم الكره وقال له هاك هاجم قبل ما يسجل هدف مامبا ويقعد يدافع ويربح، مستحيل. هذه معروفه باللي كي تسجل بلع، بصح ماشي انت من البدايه تدخل مبلع، تدخل 5 ديفونس كل بارتيه. وطنيين وحنا نربحوهم كاع وغادي نربحوا الارجنتين، سمحوا لي على هذه الكلمه، غادي تزعفوا. شوال احنا اضعف منتخب في الجروب تاعنا في كاس العالم، بغي ولا كره، ما تقلع عليه ما والو. روح شوف الاردن اللي معاك في الجروب اليوم كيفاش دارت النيجيريا اللي ربحاتك ديجا اداء ونتيجه، ومن بعد ولي هضر معاه هنايا اتو. التنظيم في مباراة الجزائر والاورجواي غريب يا اخوان، حاطين علم الجزائر صغير والاورجواي كبير، بعدين حتى المباراة اصلا غريبة، انتهت 0-0. ولو تشوف احصائيات المباراة، الاورجواي شاتت تسديدة واحدة على مرمى الجزائر يا اخوان، والجزائر ما شاتت ولا شوط اصلا. تحس الاثنين جالسين يلعبوا هم طفشانين، للامانة مباراة غريبة. صافا اداء لا باس به، مالغري ما درناش فرص حقيقيه. جوار عوار ما كانش، اظهيره 2-3 ما خدمتوش، بلاصه تاع عباده ما يقلعهاش قاضي فاس. نورمالمون هذا وقت محرز بلاصته باينه، ووقت عموره، باسكو الديفونس تاع اوروغواي راه يخلي بزاف كيما نقولوا مساحات والسرعه. الجيريان مقودين ستاد تعرفوه تاع جيفنتيس، غير بدا الماتش قلعت لي في ميجان، انا حسبت روحي راني في بولوغين ولا في سان جوي، قسما بالله علي العظيم. والحاجه الشابه اللي صرات اللي غادي نحكي عليها دروكا في هذا الماتش، الرئيس الله يرحمه ويوسع عليه زروال، ترحموا عليه. سبحان الله، في بلاد، شوف، في بلاد المسيح، في بلاد اوروبا وفي الطليان وفي ملعب تاع جيفنتيس وداروا دقيقة صمت. وهنا في الجيري راني نحكي على النساء اللي عندهم محتوى، اللي يرقصوا في التيك توك وكاع، اللي موالفين لي لايف في الليل وكاع. ما كاش واحدة ترحمت عليه، انا ندور في التيك توك وشتو كاع، كاش واحدة ترحمت عليه ولا دارت فيديو هكا وصلت ميساج. هذا هو المنتخب الوطني الجزائري اللي راح يظهر في كأس العالم أمريكا 2026. راكم شفتوا، تقدر تقول نسبة 70% ولا 60%. المهم المنتخب الوطني الجزائري يفرض التعادل على المنتخب الأورجواياني في مباراة كانت في أغلب الأحيان والأوقات تاعها كانت مغلقة، يعني الأورجواي مزيرتها والجزائر مزيرتها. أبرز اللاعبين اللي نشوفهم أنايا لعبوا مليح، ريان أيت نوري صراحة أقسم بالله غير شوف كي يلعب سيريو ما يزيدش عليها، يعطيك يجي يدلك ماتش شباب، وكنا قادرين نكونوا افضل خاصه من ناحيه الفرص. بصح التمريرات اللي داروا ماركيت حاجه في هذا الماتش، انا عجبوني التمريرات تاع المنتخب الوطني الجزائري اللي كانوا يتبادلوها كما نقولوا خلاص انسجموا ما بيناتهم، خاصه تاع تكتيكات تاع بوداوي مازا، اضافه الى غويري، اضافه كذلك الى بلغالي اللي دار لنا واحد جوج غلطات، واحده قريب كانت بيت الحمد لله لاطاكو تاع اورجواي رماها برا. وفي نفس الوقت قبلها حوسام عوار رمانا واحده برا، يعني صرات لقطه منه تاع عوار رماها برا، جات لا بال عند الاورجواي طلعوا بها رماوها برا، يعني هذه وهذه. انا صراحه الشوط الاول عجبني اكثر من الشوط الثاني، باسكو الشوط الاول كانت فيه تمريرات ما قريب فيه فرص بزاف، بصح الشوط الثاني كيف فيه فرصه واحده واللي هي تاع حسام عوار، اللي صراحه ما عجبنيش انا حسام عوار، باسكو اصلا سيء في البوست ماشي تاعو. المهم بعدها طف هبطوا، من بعدها طف خرجوا. وعجبني بيتكوفيتش كي غلقها بالدوبليسيس، وقتاش كي دخل عباده ولا يلعب عباده بالعيد بن سبعيني وماندي، اروح
حتى وماركي. فما انا صدقوني غير ارتحت، عرفت بلي مش حيماركيو لنا باسكو هذو الربعه الله يبارك، وهذو من الربعه اللي لازم كونتر الارجنتين من الاخر. المهم اهم ما في المباراه انه المنتخب الوطني الجزائري ما خسرش، قلت لك اكد لنا ايت نوري بلي عنده واش يقدم. ابراهيم مازا كذلك لعب مليح، يعني كان يدير تمريرات وكان كذلك يدير المراوغات تاوعو، اضافه كذلك الى ممكن بوداوي اللي عجبوني. الباقي ما كان ديفونس ما هضرناش عليها، نعطي لها انا تقدر تقول 10، ما نقولكش 10 على 10، نعطي لها 9 على 10 باسكو بن سبعيني وماندي وبالعيد اليوم يلعبوا كرون ماتش. بالعباده ثاني كي دخل جاب لنا كوفرون. بالمختصر والمفيد واش تعلمنا من هذا الماتش؟ تعلمنا باللي لا ديفونس تاعنا مليحه، ماغري المنتخب الاورغواياني كما قلنا ما كانش هذاك المنتخب اللي هاجم وكان اغريسيف يضربوا بزاف. شفتوهم امريكا الجنوبيه معروفين. المهم مور هذه لا فيديو نزيد نبارطاجي معكم واش كاين واش ما كاش كيش ما يبان. حاجه واحده اخرى نبارطاجي معكم كذلك المنتخبات المتاهله لحد ساعه. هذه هي طلع الفيديو طلع، والناس اللي راح تنتقد النتيجه ولا الاداء، بون الاداء ما عندك ما تهدر فيه، ولا النتيجه صدقني عرفوا باللي عادوا للمنتخب الوطني الجزائري وما تهدرش معاه. سلام. نهاية المقابلة خوتي 0-0 بين الجزائر والأوروغواي. نقدروا نقولوا المنتخب الوطني أدى مقابلة جيدة، وانتم يمدونا رأيكم في الكومنت. لا بلا ما تكذب، بيناتنا انا قنعوني خوتي، بيناتنا قلنا لي الاداء المنتخب الوطني الجزائري اليوم كونتر الاوروغواي. الاوروغواي منتخب يحترم ومنتخب عنده دي جوار كامل ملاح، انتيك منتخب بسم الله ما شاء الله مادام ما نهضروا عليه قدموا مستوى رائع جدا. النقطة برك كاين واحد لي جوار ما عجبونيش اليوم، ما قدموش المستوى المطلوب منهم رافق بالغالي واسمه عوار خوتي ما بغيش، انا اصلا ما بغيش هذاك شغل يمثل الجزائر فوق القلب. فاز الشيء بما عجبنيش ثاني ما قدمش كامل اللي عليه. ابارسون الماتش كان انتيك شباب منا، لعبنا بالون ديجا لعبنا خير منهم باش ما نبالغوش شويه، بصح لعبنا خير منهم خوتي. ورايكم في كومونتير، ما تنساش تخلي لي ابوني جنب فضلا وليس امرا، خلي لي رايك في كومونتير خويا كيفاش جاز الماتش انتيك منا. سلام عليكم. يا الجزائر يا اخي تربح كان غواتيمالا ولا شنو هي الهدره؟ كيفاه اليوم تتعادل لي مع باراغواي مع الاورغواي هذه؟ كيفاه تتعادل معاها؟ كيفاه؟ فهمني. علاه بيتكوفيتش من الاول ما تخليش بتشكيله هجوميه؟ شوف هوني ستاتستيك ولا تسديده على المرمى، هوني تفهم فما ضعف كبير في الاداء الهجومي. علاه مش من الاول تدخل بتشكيله هجوميه؟ خايف؟ بيتكوفيتش عاطيها اكبر من قيمتها هذه الاورغواي. كان من الاول دخلت بتشكيله كما نعرف انا راك تربح، ما فماش هذه غواتيمالا اورغواي نعرفش انا الارجنتين ما يهمش، راكش تلعب كونتر الارجنتين راهو. كيفاه ما نخافوا ونقعدوا في الدفاع؟ يا ولدي يهجم، حطش عندك والعب القدام، العب راجل ما تخافش. لا 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 والله الماتش الاول انا تهنيت عليها الجزائر، قلت خلاص هي ربحه 7. يجي اليوم بيتكوفيتش يدخلها بعضها التشكيله، شنو هي تتعادل لي مع الاورغواي؟ يا خويا والله اوكي ما خسرتش، لكن المفروض تربح. استنيتك اليوم تربحها اليوم الاورغواي، شفيها الاورغواي؟ طبعا هذا كان رايي الشخصي. بيتكوفيتش وقت اللي يتألق انا اول واحد نصفق له، وقت اللي يغلط انا اول واحد ننتقده. بيتكوفيتش اليوم غلط، بيتكوفيتش عطى الاورغواي اكبر من حجمها، كان من الاول تخلي بتشكيله هجوميه. رانا شفنا الجزائر رابحه فاسيلمون. اوكي ان شاء الله الفترات الجايه بيتكوفيتش يتعلم الاغلاط نتاعو. في النهايه ذوما مباريات وديه باش انت تدارك الاخطاء نتاعك قبل بدايه كاس العالم. اوكي هذا كان رايي الشخصي، انت زادك تبنى رايك في التعليقات، وما تنساش تتابعنا باش يلحقك جميع اخبار المنتخبات العربيه. وشكرا. للاسف هذا هو المنتخب الجزائري اللي باش يشارك في كاس العالم. شوف تحب تنتقدني لكن هذا هو اللي موجود. توا وفيت فتره التوقف الدولي، اجي نحكي وش عملنا. ربحت لي غواتيمالا 7، قلت لك يعطيك الصحه، لكن قلت لك رد بالك في اتونسيون، مش هذا النيفو نتاعك. ما تنجمش تقيم النيفو نتاع المنتخب نتاعك مع غواتيمالا اللي ما عندهاش ترتيب. شنو هي ترتيب هذايا في العالم؟ ليه ما تنجمش تقيمها؟ تقيم مع شكون؟ مع الاورغواي 17 عالميا، فهمت ولا؟ تقيم معاها. اش عملت اليوم؟ ما عملت شيء، حتى شيء، ما عملت حتى فرصه على المرمى، لعبتوا خايفين. انا عليه ننتقد في المنتخب الجزائري؟ راهو بيتكوفيتش عنده سنين يرني فيها الجزائر، راهو ما جاش اليوم، راهو مش كيما محمد وهبي ولا صابر النموش نتاعنا، راهو عنده سنين، باقي مازال تجرب، باقي مش عارف شنو عندك. يا خويا هذه التشكيله اللي لعبت بها اليوم فسرها لي، عليه لعبت ديفونسيف، عليه ما لعبتش من الاول تشكيله هجوميه كما نعرف انا، لعبت خايف، عطيتها الاورغواي اكبر من حجمها. في بالك ولا في كاس العالم شكون مستنيك؟ الارجنتين راهي ثاني، مركز الثاني عالميا، ايش نمشي تدير؟ اسمعني نحي العاطفه على جنب. رايك انت الشخصي في اداء المنتخب اليوم في فتره التوقف الدولي؟ اكتبونا في التعليقات.